سجن الكاتراز هو أصعب سجن في العالم كله، اتبنى بشكل خاص عشان يتحبس فيه أخطر المجرمين وأشهرهم في تاريخ الإجرام في العالم ويمنعهم من الهروب، لأن ببساطة اللي هيحاول يهرب منه هتبقى حياته جيم أوفر. ورغم كل ده في عملية هروب واحدة نجحت فيه. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. سجن الكاتراز مبني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جوه جزيرة معزولة تماما، وبتحوطها المية المتجمدة من كل الجهات. والجزيرة عبارة عن قطعة أرض جوه خليج سان فرانسيسكو المتجمد، والمشهور بأن طياراته قوية وممكن تغرق أعظم السباحين في العالم. اختيار مكان السجن وتصميمه كان مهم جدا، عشان السجين اللي هيحاول يهرب مش هيعرف يخرج بره القضبان المسجون وراها، لأن كل حراس الكاتراز قناصة وبيضربوا نار على أي حد بيتحرك بره زنزانته. وحتى اذا عرف السجين يهرب من الزنزانة فمش هيعرف يعوم جوه المية المتجمدة، واذا عرف فمش هينجى من اسماك القرش، واذا نجا فمش هيقدر يوصل للشط لانه بعيد جدا. وعشان كده مفيش ولا عملية هروب حصلت في السجن ده ونجحت، رغم ان حصلت فيه 14 عملية هروب سابقة. ما نجحتش غير عملية واحدة بس استحقت لقب اعظم عملية هروب في التاريخ، لان مع كل المستحيلات اللي قلناها لأن في مجموعة من 3 مساجين قدروا يهربوا، والطريقة اللي هربوا بيها تدرس. عملية الهروب العظيم دي كان أبطالها 4 أشخاص. سمعك بتقول ما أنت لسه يا ناصر قايل 3، الحقيقة هي بدأت ب4 فعلا، لكن اللي هرب 3، وهم فرانك موريس. وما نقدرش نذكر اسم الراجل ده إلا ونقول إنه من أشهر المجرمين اللي اتزعموا حركات السطو المسلح خصوصا على البنوك، وكان من محترفين الهروب من السجن، وده بفضل ذكائه الجبار واللي ما بيوصلش ليه غير 2% من البشر حسب تقارير السجن. ولأنه من أكتر الناس اللي بتبدع في الهروب من السجن اترحل لسجن الكاتراز أول ما اتقبض عليه سنة 60، وده علشان يضمنوا إنه مش هيهرب منه. وغير فرانك موريس في الأخين جون وكلاريتس أنجين، ودول كمان محترفين سرقة بنوك وسطو مسلح، لكنهم مجرمين من نوع خاص. عملوا كل عملياتهم بمسدس لعبة، وبرضه مع استخدامهم لمسدس لعبة اتحكم عليهم ب20 سنة وترحلوا لسجن اسمه أتلانتا، لكنهم كانوا بيهربوا كل شوية، وده اللي خلى السلطات ترحلهم لسجن الكاتراز. أما الرابع والأخير فهو آلين ويست، وده مش هنوصفه غير بصاحب الحظ السيء. صاحب فكرة الهروب كان هو آلين ويست، والفكرة شعشعت في دماغه لما استلم في يوم تنظيف سقف الزنازين، وده كان ضمن الأشغال اللي بيكلفوهم بيها في السجن. ساعتها لاحظ إن فتحات التهوية بتاعة الزنازين مبنية بشكل ضعيف جوه الحيطان، لأنها مش متغطية كويس بالأسمنت. الفتحات دي كانت مقفولة بأسياخ من الحديد، وده خلاه ياخد ويدي شوية مع نفسه، وفكر إنه لو لقى طريقة يقطع بيها الأسياخ دي هيقدر يعدي منها ويهرب. لكن إزاي هيلاقي طريقة؟ صاحبنا ما كدبش خبر ونزل لعبقري السجن فرانك موريس، واللي بالصدفة زنزانته لازقة في زنزانته، فحكاله اللي شافه والفكرة اللي طلعت في دماغه. فرانك موريس بقى استلم الفكرة وقعد يشتغل على رسم الخطة الجهنمية المبدعة للهروب. بدأت خطة الهروب بسرقة شوية حاجات زي شفرات المناشير اللي سرقوها من ورشة السجن والمعالق اللي خدوها من المطعم، وبدأوا عن طريق المناشير الصغيرة والمعالق دي توسيع فتحات التهوية في زنزانة كل واحد فيهم. الحفر كان بيحصل بالليل، وده في الوقت اللي زمايلهم يبدأوا يعزفوا على آلاتهم الموسيقية، وده كان مسموح بيه لمدة ساعة أو ساعتين في الليلة. وبالمناسبة زمايلهم كانوا عارفين بخطة الهروب وكانوا بيساعدوهم، ومن بين الطرق اللي ساعدوهم بيها كانت العزف. طيب بعد ما بيحفروا كانوا بيخبوا شكل الحيطة المحفورة ازاي من الحراس اللي بيعدوا كل لحظة والتانية، وهنا بيدخل عامل الإبداع وبيصمموا ورق حائط من بقايا الكرتون وبيدهنوه بلون الحيطة، وبكده غفلوا الحراس لحد ما الفتحات اللي حفروها بقت على قد أجسامهم. وده حصل بعد شهور من الحفر. بعد كده بدأت المرحلة التانية وهي الأصعب. يا ترى هيعدوا المية المتلجة دي ازاي؟ المرحلة دي بقى كانت مرحلة العلم والهندسة، وفيها سرقوا جواكت المطر علشان يصنعوا منها قارب وجواكت نجاة. وجواكت المطر دي كانت مالية السجن، فكانوا بيسرقوها من كل مكان يلاقوها فيه. وساعات المساجين
والمساجين التانيين كانوا بيسرقوا لهم منها لو لقوها في طريقهم. طيب الجواكت المسروقة خبوها فين؟ وازاي عملوا القارب وفين؟ المكان الوحيد اللي كانوا هيعرفوا يشتغلوا فيه هو المكان اللي فوق الزنازين اللي شافوا ألين ويست في البداية وهو بينظف، بس لو اشتغلوا فوق الزنازين هيتشافوا من الحراس. هنا فرانك طلب من ألين انه يقترح على إدارة السجن انهم يحطوا ملايات على الأسوار بتاعة السقف، وده علشان تحجب الغبار والتراب ويبقى سهل في التنظيف. والغريب ان إدارة السجن وافقت واتحطت الملايات، والمكان بقى متأمن علشان يشتغلوا فيه من غير ما حد يشوفهم. طيب في الوقت اللي المفروض هم فوق علشان بيصنعوا القارب، هيعملوا ايه لو الحراس ما لقوهمش في الزنازين؟ وبرضه هنا كان دور الإبداع، لأن المساجين الأربعة كانوا طول الوقت بيجمعوا بقايا الشمع والصابون وورق الحمام ومعجون الأسنان. الحاجات دي اتعجنت في بعض وعملوا منها رؤوس تماثيل، كل واحد نفذ شكل راسه بطريقة عبقرية، ولزقوا عليها الشعر بنفس شكل تسريحتهم. هتقولي وجابوا الشعر منين؟ طبعا نقطة زي دي مش هتفوت عليهم. كان واحد من الأخين مكلف بالشغل حلاق في السجن، وده كان بيشيل شوية من بواقي الشعر اللي بيحلقوا للمساجين يوميا، وبعد ما اكتملت الراس واتلزق عليها الشعر كانت بتتحط على مخداتهم وتتغطى علشان محدش يشك في انهم مش موجودين. بعد شهرين كان المركب المطاطي جاهز والجواكت جاهزة، واخترعوا جهاز لنفخ المركب عملوه من اكورديون قديم وظبطوه بطريقة تخليه ما يعملش صوت. بعد كده ابتدوا يصنعوا مجاديف للقوارب، ودي كانوا بيعملوها من بقايا الخشب اللي في ورشة السجن، واتحددت ساعة الصفر في 11 يونيو 62. وقتها كل واحد فيهم حط راس التمثال بتاعه على المخدة وغطاها كأنه نايم بالظبط، وبدأوا يتسحبوا من جوه فتحات التهوية اللي حفروها. لكن ألين صاحب الفكرة وأبو حظ وحش حصلت له مشكلة خلت فتحة التهوية بتاعته ما تتفتحش، وده لأنها قفلت ببقايا الإسمنت، وهو حاول يحفرها من جديد لكنها ما نفعتش. في الوقت اللي كان هو بيحاول يحفر من أول وجديد كانوا التلاتة فوق السجن وبينفخوا المركب وبيجهزوا الجواكت، لكنه لما اتأخر اضطروا يسيبوه ويمشوا حسب اتفاقهم. طبعا كانوا دارسين المكان اللي هينطوا منه على السور وعارفين أضعف نقطة بعيد عن الكشافات والمراقبة فين، وفعلا نطوا السور وبقوا في عرض البحر وخطتهم محدش يكتشفها غير الصبح. وقتها دورية التفتيش جت تصحيهم ما لقتش غير الراس المزيفة. طبعا حاولوا يدوروا عليهم ويمشطوا الخليج المتجمد لكنهم ما لاقوش أي أثر ليهم. وفي التحقيقات اللي استمرت من 62 ولحد 79 ما عرفوش يوصلوا لحاجة. كمان ما لقوش أي جثث ليهم، وده نفى فرضية إنهم يكونوا غرقوا. وفضل الموضوع لغز كبير لأكتر من 50 سنة، يعني لحد سنة 2013. حصل إيه بقى في سنة 2013؟ في 2013 وصل للشرطة رسالة غامضة من شخص قال إن جون أنجلين. اعترف جون أنجلين بالهروب من السجن وشرح الخطة، وقال إن زمايله ماتوا وهو الوحيد اللي فضل عايش لكنه مصاب بالسرطان وعلى وشك الموت. الرسالة ما كانتش لإشباع فضول العالم علشان يعرفوا الثلاثة دول هربوا إزاي، لكنها كانت رسالة تفاوض عرض فيها أنجلين إنه يسلم نفسه للسلطات وهم يتكفلوا بعلاجه جوه السجن. وبكده بتنتهي قصة الهروب الأسطورية للسجن اللي اتقفل سنة 63 بسبب الفشل في تحقيق الهدف منه ونجاح خطة الهروب العظيم. بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية. السلام عليكم.